نتمنى هذا الشعور اللي انا نحس به تجاهكم وتجاه اعمالكم نتوما تحسوا به تجاه اعمالكم. تكون عندكم الثقه تجاه الشيء اللي راكم ديروا فيه، تجاه الفن اللي راكم ديروا به، تبارطاجوه اكثر، تفرحوا به اكثر وديروا فيه الثقه اكثر. نشنش مريم، ناشطه جمعويه في المجال الثقافي والفني بمدينه سيدي بوالعباس، ومؤلفه في المجال الادبي والسينمائي. تلقيت تكوين أكاديمي في الأدب العربي، عندي شهادة ماستر 2 في في اللغة والأدب العربي تخصص لسانية الخطاب. في البداية العمل كان عبارة عن رواية تستعرض حياة شاب جزائري في ظل الاستعمار الفرنسي، ولكنه نوعا ما شاب منفصل على هذيك الظروف اللي هي الاضطهاد والقمع والمقاومة والمحاولات النضالية من الشعب الجزائري، سواء مثقفين ولا طلبة جامعيين إلى غير ذلك. هو كان منفصل على كل هذه السياقات وعلى كل هذه الظروف، كان عندها اهتماماتها الخاصة، كان عندها شغفها الخاص، بحيث كان منفصل على هذه الظروف هذه. يعني مقارنة بشباب آخرين اللي كانوا يمارسوا النضال ويمارسوا المقاومة، هو كان منفصل على هذا كله. ومن خلال الرواية حاولت أنني يعني الهدف تاعي ولا الفكرة المبدئية تاعي في هذه الرواية أنني كنت غادي نلاقي فتاة مقاومة، فتاة مناضلة، يعني من خلال رفقته بهذه الفتاة هذه غادي يندمج في المقاومة، غادي يندمج في النضال بمعيتها هي، بسبتها هي. والشخصيات من منطلق إعجابي بكاتب ياسين ومن منطلق إعجابي بنجمة، سميت راني نحكي لك على البدايات تاع أول ما قررت أنني نكتب الرواية. في البداية الشخصيات كنسموها الشخصيات الرئيسية ياسين ونجمة. ثم في مرحلة من مراحل الكتابة، نحكي لك خاصة بالنسبة للفصل الأول، اكتشفت في الحقيقة أنه ذاتي اللاواعية هي اللي راها تكتب في العمل، هي اللي راها تحرر في العمل. واكتشفت أنه مريم الواعية هي قارئ. أنا بليش إدراكي فهمتني في هذا البوان هذا ولا لا. ما أحاول قوله أنني في مرحلة من مراحل الكتابة خاصة في الفصل الأول اكتشفت أنني ما أقوم به في الحقيقة هو عبارة عن كتابة تخيل أدبي للقاء كاتب ياسين بنجمة. وبما أن العمل أعجبني كقارئة كملت فيه، يعني تأكدت في ذيك المرحلة أنه بما أنه عجبني أنا كقارئة فغادي يعجب بقية القراء اللي غادي يتلقوا الرواية هذه. هذا بالنسبة للسؤال علاش كاتب ياسين ونجمة. وأشك فرع يطرح علي هذا السؤال راني أنا نفسي راني نكتشف الإجابة مع السائل اللي راه يسأل فيا. الفكرة الرئيسية للكتاب هي عبارة عن في نهاية العمل هو عبارة عن تخيل أدبي للقاء كاتب ياسين بنجمة في ظل الاستعمار الفرنسي، نحكي تحديدا في سنة 1953 و 1954 اللي هي انطلاق الثورة التحريرية المجيدة. يعني هذه هي الظروف وهذا هي الزمان والمكان للرواية. والفكرة الرئيسية بشكل يعني أكثر عمقا، حرية كاتب ياسين أول عمل روائي ليه اللي تشهر به هو نجمة. فأنا بالنسبة لي كقارئة، أنا بالنسبة لي كمتلقي تلقيت هذا العمل هذا. ما أعرفه عن كاتب ياسين أنه قبل هذه الرواية هذه كان صحافي وكان شاعر، عنده أعمال شعرية، وكان صحفي كاتب في جريدة الجمهورية الجزائرية. لكن وين تشهر كاتب ياسين وين عرفناه ككاتب ياسين الذي نعرفه إلى يومنا هذا من مور اللي كتب نجمة. فأنا بالنسبة لي كقارئة وكمتلقية شفت باللي مثل ما كاتب ياسين أوجد نجمة فإن النجمة كذلك أوجدته. هذه هي الفكرة الرئيسية في الرواية تاعي. نتمنى أنني ما رانيش نشعب في الإجابة، راني نسي نكون محددة أكثر هكا باش القارئ والمتلقي يفهمني.
الفكرة الرئيسية للرواية هي أنه نجمة حققت الانتماء لكاتب ياسين، حققت له الانتماء الثقافي، الانتماء الوطني، الانتماء للبيئة تاعه. هذه هي الفكرة الرئيسية للرواية. كاتب ياسين كان في قسنطينة. من بعد الاعتقال تاعه في أحداث ماي 1945 الوالد تاعه رسله لعنابة عند عمه، تم نتلاقى بنجمة بنت عمه. في الرواية أنا يعني فترة الشباب تاعه كانت في عنابة، فبما أنني أنا من خلال الرواية تاعي خليت الشباب تاعه في بلعباس، وأنا من بلعباس، اختياري للشخصيات عفوا، واختياري للبيئة والأماكن إلى غير ذلك هي من صميم ما أعرفه أنا عن بيئتي، ما أعرفه أنا عن سيدي بلعباس. وبالتحديد الأماكن اللي أنا فت عليها، مثلا مدرسة إيكول مارسو قريت فيها، الابتدائية اللي أنا قريت فيها، مثلا حي تسال، ماشي حي تسال، حي الماكوني، بالمناسبة مازال يتسمى بنفس الاسم إلى يومنا هذا، حي الماكوني. تاني كنت عشت فيه فترة من طفولتي. منطقة سيدي الحسن اللي كان في وقت الاستعمار الفرنسي كانت تسمى ديتري. تاني عندي ذكريات فيها، فكل الأماكن اللي مثلا تضمنتها الرواية هي من صميم ما أعرفه عن بيئتي، وهي الأماكن اللي أنا شخصيا مريت بها ككاتبة. يعني هنا نقدروا نقولوا بلي حطيتي كفتين اللي هما كاتب ياسين والكاتبة مريم ومزجت بيناتهم تماما. ونتمنى أنه أي قارئ غادي يوصل للشيء اللي وصلت له أنت، هي أنني يعني القارئ كي غادي يقرأ روايتي غادي يتعرف على كاتب ياسين وغادي يتعرف عليا أنا تاني. يعني سواء الأعمال الأدبية ولا الأعمال السينمائية ما نوصلش بها رسالة، نوصل بها شعور. يعني أنا يا القارئ كي نعطيه الرواية تاعي باش يقراها، الهدف تاعي ماشي أنني نوصل رسالة. كتابتي وفني نحاول أنني نوصل بهم شعور. والله أنا نفسي ما على باليش، أنا نفسي مازال ما توصلش لهذه الإجابات، لأنه الفنان أي كاتب ولا بد ما يعني في مرحلة الإبداع غادي يغلب اللاشعور، غادي يغلب اللاوعي. كي تكملي العمل تاعك غادي تبقي تشوفي فيه، غادي تكتشفي روحك، غادي تكتشفي الدواخل تاعك. ونتمنى أنني نوصل الإجابة تاع هذا السؤال بمعية القارئ. نتمنى يعني الناس اللي يعرفوني ككاتبة ولا الناس اللي من المحيط تاعي ولا هما يجاوبوا معايا على هذا السؤال هذا. اسكو الرواية راه فيها تأثير من تجارب شخصية ولا فيها تأثير من قصة حقيقية صارت لي أنا، اللي أنا ما راش عندي إدراك ليها. أسلوبي في الكتابة بما أنه أول عمل أدبي لي، وأنا لا أكتب في الأدب مثل ما أكتب في السينما، يعني أقول من خلال العمل الأدبي الأول لي راني نكتشف في روحي. الأسلوب تاعي شنقدر نقول لك عليه؟ الأسلوب تاعي نحاول دائما أنني نحقق تأثير عاطفي لدى القارئ، سواء من خلال قصيدة ولا رواية ولا فيلم، ولا الهدف تاعي الأول أنني نحقق تأثير عاطفي لدى القارئ. نتمنى يعني مع مرور الوقت ولا مع الممارسة في قادم الأيام إن شاء الله نزيد نتوصل للإدراك أكثر ومعرفة أكثر الأسلوبي في الكتابة. الرواية كتبتها بدافع المشاركة في المسابقة الوطنية اللي هي جائزة الجمهورية على معاش. يعني هذا هو الدافع تاعي باش كتبت الرواية. فبطبيعة الحال التحدي الأول اللي كان ليا هو
تحدي تاع الوقت، كنت في سباق كبير مع الوقت باش نلحق انني نكمل الروايه وندير لها تنقيح وندير لها تصويب ونلحق انني نشارك بها. والتحدي الاخر هو الاجهاد تاع الكتابه. الاجهاد تاع الكتابه سبب لي حتى ارق، كنت ما نرقدش ليله وليلتين وثلاثه يعني بسبب الاجهاد تاع الكتابه. وهذه حاجه يعني قادر يواجهها اي كاتب، زعما هذه الحاجه اللي ناكدها لك انه اي كاتب غادي يواجه الارق خاصه اذا كان في سباق مع الوقت والوقت كان ضاغط عليه. وما تنسيش ثاني باللي الكتابه دي حاجه ما تقدرش تحبسيها الا قلك تكمليها. يعني ثاني حراره انني نكمل هذا العمل هذا ونقراه كقارئ ماشي ككاتب، ونفرح به كقارئ ثاني، هذا ثاني كان ضاغط عليا. شخصية كتحقق في الرواية كاين شخصية زوجة أحمد. نتمنى أنني ما نحرقش الأحداث على القارئ. شخصية زوجة أحمد هي فرنسية متزوجة بشاب جزائري. يمكن لك تتخيلي هذا الزواج وهذه العلاقة بالنسبة للمجتمع الجزائري في نظر الفرنسيين وفي نظر الجزائريين. فتمنيت أنا في نهاية العمل لو كان عطيت لهذه الشخصية عطيتها حقها، لو كان حكيت عليها أكثر، لو كان طرقت لانفعالاتها، لو كان طرقت الجوانب أكثر من حياتها ومن خلفيتها الاجتماعية النفسية الفكرية إلى غير ذلك، أنا خليتها شخصية مساعدة. لكن يعني إذا طرح علي هذا السؤال تاع ما هي الشخصية اللي نتمنى أنني كنت عطيتها حقها ولا نشوف باللي ما عطيتهاش حقها، هي شخصية زوجة أحمد. قد تكون قصة منفصلة بذاتها. يعني هذه راني نقول فيها بصفتي كاتبة، أنا محيطة بما كتبت، محيطة بالشخصيات اللي صنعتها ومحيطة بالشخصيات اللي تضمنتها الرواية تاعي. في اعتقادي أنه هذه الشخصية هذه قد نكتب عليها قصة منفصلة ورواية منفصلة. يعني في الرياكسيون تاعهم عجبتهم لدرجة أنني ما توقعتش ردة الفعل هذيك وما كنتش نحلم بها أصلا. ردة الفعل كانت حاجة كيفاش نسميها، يعني كان أشك كان يجي عندي قارئ ولا إنسان تشاركت معاه ولا أعطيته الرواية أنه يقراها في كل مرة كان يجي القارئ هذاك ويقول لي مريم عجبتني الفكرة، عجبتني الرواية، عجبني الأسلوب، كنت متمكنة من اللغة. كانت لحظات مشحونة بالنسبة لي. كنت نحس أنني أنا الآن أخرج إلى العالم ككاتبة. في اعتقادي لما تم سؤالي لو كان ما كتبتيش على كاتب ياسين ونجمة على واش كنتي غادي تكتبي، بصراحة مازال ما جاوبتش على هذا السؤال هذا. والسؤال تاع علاش خيرتي كاتب ياسين ونجمة بالتحديد، قلت لك في بداية التصريح أنني ما زلت كل مرة نكتشف الإجابة أنا والسائل. كنت قادرة نكتب على كافكا وميلينا، نخليه تخيل أدبي للقاء كافكا وميلينا، كنت قادرة نخليه تخيل أدبي للقاء محمود درويش وريطا مثلا، تخيل أدبي للقاء فرويد وآنا. لكن أنا خيرت أنه يكون تخيل أدبي للقاء كاتب ياسين ونجمة، باعتبار أنه يعنيني ويعني مدينة سيدي بوالعباس، وباعتبار الانتماء أصلا اللي هو الفكرة الرئيسية للرواية. أكثر ما أعجب القراء كلهم بدون استثناء، ونقولش الأغلب ولا الغالبية، كلهم بدون استثناء عجبتهم الأماكن اللي مريت بها واللي حكيت عليها في الرواية تاعي. فأي قارئ سواء من مدينة سيدي بوالعباس ولا من خارج المدينة يبغي يكتشفها غادي يكتشفها من خلال الرواية تاعي، وغادي يكتشف البيئة العباسية،
اكتشف العقلية العباسية واللهجة إلى غير ذلك. فالحاجة اللي نقد نبعث من خلالها الفضول في نفس المتلقي أنه يقبل على الرواية يقراها هي اكتشافه لمدينة سيدي بوالعباس وللبيئة العباسية من خلال هذه الشخصيات، خاصة من خلال شخصية كاتب ياسين النجمة. وإذا كان القارئ عنده أهداف أخرى، عنده مشاعر راه باغي يحس بها، أنا نأكد للقارئ أنه أي شعور راه باغي يحس به غادي يلقاه في الرواية. الشجاعة، الوطنية، الانتماء، الحب، المقاومة، كل هذه المشاعر غادي يلقاها في الرواية. لا، خارج بوالعباس لحد الآن الرواية نشرتها عندي شهر، فتقدي تقولي بلي راه عادة في البداية تاعها. مسألة التوزيع مازالت محل معالجة. حاليا أنا راني نوزع الرواية يعني غير في المحيط تاعي بمساعدة دار النشر الثاني. أي واحد راه يسمع بالرواية يتواصل مع دار النشر يعني يسلموه نسخة. لما يكون الإصدار الأول تاعك لاقى استحسان ولاقى إعجاب وحقق أصداء والناس فرحت به وعجبهم، غادي يكون تمهل كبير جدا وتريث كبير جدا في خطوتك القادمة. غادي تخمي شعال قبل ما تنتجي عمل آخر، قبل ما تكتبي عمل آخر، وانتي كل أمنياتك وتمنياتك أنك ما تخيبيش القارئ، ما يشوفش تكون مسؤولية تقريبا تجاه القارئ اللي غادي يجي ويشري عليك الكتاب ويمد فيه وقته ويقراه. عندك مسؤولية تجاه هذا القارئ هذا. فغادي يكون إصدار قادم إن شاء الله وأنا أعمل عليه حاليا، ولكنني على أقل من مهلي. هذا اللي نقدر نقوله، هذا اللي نقدر نصرح به. هذه كلمة بالك راني باغية نوجهها للمحيط تاعي، لأصدقائي ورفاقي الفنانين والكتاب والأدباء. نبغي نقول لهم من هذا المنبر أنا فخورة بكم، فرحانة بكم، ودائما في حالة انبهار بأعمالكم. نتمنى هذا الشعور اللي أنا نحس به تجاهكم وتجاه أعمالكم انتم تحسوا به تجاه أعمالكم. تكون عندكم الثقة تجاه الشيء اللي راكم ديروا فيه، تجاه الفن اللي راكم ديروا به، تبارطاجوه أكثر، تفرحوا به أكثر وديروا فيه الثقة أكثر. شكر خاص لدار النشر اللي تعاملت معاهم، دار النشر سليمة رحال. شكر خاص المدير الميسون بالرحال والسيدة مفتي فاتحة. شكرا على وساعة صدرهم، كانوا دائما على تواصل معايا. مريم رواية تاعك راها في مرحلة التنسيق، مريم رواية تاعك راها في مرحلة الطباعة، يعني كانوا دائما على تواصل معايا. معاملتهم الطيبة ليا، مرافقتهم ليا، نشكرهم بزاف بزاف. دار النشر سليمة رحال، يعني أي قارئ من خارج ولاية سيدي بوالعباس يعني يبغى يقتني الرواية ولا يطالع عليها يتواصل مع دار النشر. عندهم رقم وعندهم الصفحات تاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد نشكرك على هذا الالتفاتة وعلى هذا الدعوة الكريمة. أصلا هي من صميم الشيء اللي دائما نبارطاجيه مع الانتوراج تاعي، أنني نفرح بكل عمل فني ولا عمل أدبي كما فرحتي بي انت. شكرا لك بزاف، شكرا للفريق التقني. نتمنى أنه أي قارئ غادي يقبل على الرواية ويقراها نتمنى تنال إعجابه. نتمنى دائما، وهذا الشيء اللي نقوله لأي واحد راه يجي يدي لي رواية ولا يقول لي مريم باغي نقراها، ولا نقول له نتمنى أنها تكون تستحق وقتك وتستحق الخاطر اللي غادي تعطيه لها.